السلام عليكم. السلام عليكم على الناس اللي بيوحشوني قوي قوي. ويا رب يا رب اكون انا كمان بوحشكم. احنا نرجع بقى لايه الحكايات بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها ديت، اللي هي صاحبتي اللي انا كنت قايله لكم عليها. صاحبتي دي بتقول لي كان عندهم حاله وفاه، فراحوا يزوروا المقابر، فهم متعودين ان هم مثلا فبيروحوا يعني كتير بقى، مجموعه كبيره مع بعض بقى، الاخوات واللي مش عارف ايه والخالات والعمات بيروحوا كلهم مع بعض. فهي راحت معاهم، وكان معاها بنتها طفلة صغيرة، كان عندها حوالي بتاع 3 أو 4 أشهر. فدخلت، قعدوا في الحوش. فهم كانوا كتير، فاللي خرج مش عارفة يجيب ايه، واللي خرج يشرب سجاير بره، واللي خرجت مش عارفة تعمل ايه، واللي خرجت تجيب ايه. فهي كانت قاعدة وكانت جنبها خالتها. فخالتها دي كانت حاطة قالبين حمر كده على الأرض، اللي هو الطوب الأحمر اللي هو بيبنوا بيه ده. كانت حاطاه كده، عاملاه ايه، عاملاه زي كرسي وقاعدة عليه، وهي كانت واقفة جنبها. وكان في ظهرهم قبر مفتوح. انت عارفة اللي هي القبور اللي هي بتبقى بتاعت البلاد، اللي هي بتبقى عاملة زي الطاقة بتاعت الفرن اللي بيحطوا فيها العيش دي بتاعت البلاد. فالطاقة دي كانت مفتوحة كده، وخالتها قاعدة قدامها وحاطة قلبين طوب وقاعدة عليهم، وهي واقفة وشايلة البت. فرحت اي خالتها جت قالت لها تعالي اقعدي بالبت هنا، وراحت قايمه. المهم فحست ان ايه، ده راح كده وده راح كده وده راح كده. المهم لقيت نفسها لوحدها. فهي مش خايفه من اي حاجه، هي قاعده والبنت الصغيره نايمه على حجرها. بس بتقول لي ايه، بتقول لي وبتحلف لي، بتقول لي اقسم بالله انا حسيت ان انا قاعده في سوق خضار، قاعده في سوق، ناس بتتكلم وناس بتزعق وناس بتكلم بعضها، وناس بتزعق قوي وحاسه بكركبه حواليا، بس انا مش شايفه حد، مش شايفه حد خالص. و فهي قاعده على الطوبتين دول، خايفه عايزه تقوم. فبتقول انا حسيت ان انا جسمي كله اتشل، قاعده في مكاني وبتحركش من مكاني ده خالص، وقاعده زي ما انا، مش قادرة اتحرك من مكاني، وقاعدة في قمة الرعب، والصوت عالي حواليا وكركبة ومش عارف ايه. فمرة واحدة البنت صحيت صرخت. فهي بتقول الصرخة بتاعت البنت انا جسمي فك، فقمت جري خرجت على بره، والبنت ما بطلتش صريخ. عمالين يهدوها، في ايه في ايه في ايه، هي عايزه تمشي، عايزه تسكت البت، عايزه تهديها. مفيش فايده، يغسلوا البت وشها، يجيبوا لها ميه تشرب، ابدا، عماله تصرخ بشكل هستيري. فالمهم راحت ايه، تخيلوا بقى ان هم جايين من بلد، يعني جايين من محافظه تانية، جم من المحافظه للمحافظه بتاعتهم، والبنت على صرخه لغايه ما بتقول لي اقسم بالله العظيم البنت عينها ورمت من كتر العياط ومش عارفه تسكتها. فطلعت جاريه على البيت، خبطت على اخوها، فبيقول لها في ايه، البنت بتصرخ ليه ومش عارف ايه. فراحت حكياله له، قال لها طب اطلعي شطفيها غير لها هدومها وانا طالع وراكي. عمل كده وراح طالع، مسك البنت حطها على رجليه، وراح حاطط المصحف كده وخلاها، بقى حاطط لها المصحف هنا، وبقى قاعد حاضنها كده بالمصحف وقعد يقرا لها قرآن لغاية لما نامت. وبعدين بيقول لها ده انت بنت حلال، انت لولا البنت دي الله اعلم كان ايه اللي ممكن يجرى لك النهارده، بس البنت دي انقذتك. فبتقول له في ايه، قال لها ما فيش داعي بقى في ايه ولا مش في ايه، الحمد لله على اللي جرى دلوقتي. اهم حاجه كل ما البنت تصحى، اندها عليا او اقعدوا اقروا قران وحط ايدكم على دماغها لغايه لما يعدي الموضوع ده على خير. قعدت البنت على الحال ده حوالي 3 أو 4 أيام، تقوم من النوم مسروعة وتصرخ، وصريخ بقى من اللي هو صعب جدا، صريخ كأنها مسروعة وشايفة قدامها حاجة، ويقعدوا يقروا لها قرآن لغاية لما تهدى وتنام. كام يوم على كده والحمد لله الموضوع عدى على خير. هي بقى بتقول ايه حصل ايه، هي كل موضوعها ومشكلتها ان اشمعنى هي اللي بيحصل معاها كده، اشمعنى هي بس اللي بيحصل لها المواقف ديت. فبتقول يعني يا ريت يا جماعه تحاولوا تقفوا جنبها وتهدوها وتقولوا لها يعني اي تفسير عندكم او اي حد تعرفوه يفسر لها اي حاجه زي كده. هي الحمد لله بخير وزي الفل دلوقتي، بس المواضيع دي برضو لسه شاغله دماغها، والله العظيم وشاغله دماغنا كمان.
يعني يا ريت تحاولوا تفسروا لنا اي حاجه كده، واي تعليق تقولها لنا في الكومنتات. طبعا الموضوع ده هيبقى بيني وبينها برضو، هقول لها عشان تطمن وانا كمان هطمن. النبي ما تنسوش الشير واللايك عشان يوصل لاكتر ناس، يمكن حد تاني برضو يحاول يشارك معانا ويحل لنا مشكلتنا دي. السلام عليكم.